تخيل معايا كده كل المهمات اللي بتعملها بإيدك كل يوم، زي الرد على الإيميلات، نقل البيانات، رفع الملفات، نشر المحتوى. تخيل كل ده يحصل لوحده من غير ما تعمل أي حاجة ومن غير سطر كود واحد. النهاردة هعرفك على أداة لو استخدمتها صح هتوفر لك ساعات كل يوم. الأداة اسمها N8N، وصدقني بعد الفيديو ده هتبص لشغلك بطريقة مختلفة تماما. أنا إياد ودي قناة إياد زون. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أذكى أدوات الأوتوميشن في العالم، ال N8N. أداة بتسمح لك تعمل مهمات تلقائية تربط مواقع ببعض وتنفذ عمليات كاملة بشكل آلي، والأجمد إنها أوبن سورس يعني مجانية وبتقدر تعدل وتخصص عليها براحتك. طب وإيه هي أداة ال N8N؟ ده برنامج أو بيئة أوتوميشن بتسمح لك تعمل ورك فلو بين أكتر من 300 خدمة زي الجيميل، التليجرام، الواتساب، النوشن، الجوجل شيت، الاي بي اي، الداتابيز، الويب هوك. الفكره بكل بساطه انك بتوصل خطوات ببعض. لو حصل كذا اعمل كذا وبعدها اعمل كذا، يعني بتبني خط سير كامل والبرنامج بينفذ كل ده لوحده. واهم مميزات ال N8N هقول لك على افضل 9 مميزات. اولهم انها اوبن سورس وسيلف هوستد، تقدر تشغله على جهازك، سيرفرك او الفي بي اس، وده معناه خصوصيه اعلى بسرعة ومش محتاج تدفع اشتراكات شهرية. وتاني ميزة، آلاف الاستخدامات بدون كود، يعني مش محتاج ان انت تبقى مبرمج علشان تكتب اكواد معقدة وشغلانة. البرنامج معمول لأي حد، كل اللي عليك انك بتسحب بلوكات وتوصلها وتحدد الأوامر. وتالت ميزة، الانتجريشن قوية جدا، وده بيدعم أكتر من 300 خدمة، سواء منصات السوشيال ميديا أو الإيميلات أو خدمات التخزين أو الجوجل اي بي اي أو الاي اي موديلز أو أي اي بي اي أنت عايزه. والويب هوك، ودي ميزة خطيرة جدا، تقدر تستقبل بيانات من أي موقع أو نظام خارجي وتشغل ورك فلو كامل من جزء من الثانية. والتعامل مع قواعد البيانات زي الماي سيكوال والبوست جري اس كيو ال والاس كيو لايت، وكمان بيدعم المونجو دي بي، وتقدر تحط وتمسح وتعدل وتجيب بيانات كله اوتوماتيك. والفانكشن وجافا سكريبت، لو انت فاهم شويه في الاكواد تقدر تستخدم النوت فانكشن وتكتب اكواد مخصصه جوه الورك فلو. والكرونز جوب، جدوله تلقائيه، لو عايز تعمل روتين ينفذ كل يوم مثلا الساعه 2، مفيش اسهل من كده. وتامن ميزه، ايرور هاندل قويه. ال N8N يقدر يبعت لك رسالة يقول لك لو حصلت مشكلة ايه اللي حصل وامتى وازاي، ودي حاجة مهمة جدا علشان شغلك ما يتعطلش يعني وكده. واخر ميزة، كوميونيتي ضخمة وتمبلتس جاهزة، ولو مش عارف تبدأ منين، في آلاف الأمثلة اللي تقدر تنسخها وتستخدمها فورا، واللي معظمها موجودة على النت مجانا. نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي تستفيد من برنامج N8N؟ خليني اجاوبك كذا اجابة، وكل اجابة هقول لك تفاصيلها. عندك مثلا اول حاجه اداره المحتوى، تنشر فيديوهاتك على طول، تعمل باك اب للملفات، تجدول بوستات السوشيال ميديا من غير منصات او بوتات مدفوعه. وتاني حاجه اداره البيانات، نقل البيانات من جوجل شيت لقاعده البيانات، تحليل البيانات للمبيعات يوميا، كتابه تقارير تلقائيه والردود التلقائيه، وكمان تبعت رد جاهز على الجيميل، وارسال رساله واتساب لما تستلم نموذج جديد، استقبال بيانات العملاء من موقعك وتشغل الورك فلو. ورابع حاجه، التجاره الالكترونيه، متابعة طلبات جديدة ويبعتها لك على التليجرام او اي منصة تانية، تحديث المخزون تلقائي، ولما حد يشتري منك حاجة يبعت له فاتورة PDF. وخامس حاجة هي الذكاء الاصطناعي، ودي اهم حاجة، زي مثلا ربط البرومبت مع الاوبن اي اي او الجي بي تي اي اي او اي حاجة تانية في الذكاء الاصطناعي، توليد وصف تلقائي للمنتجات، انشاء ملخصات يوميا لرسائل الايميل، وادارة الملفات والنسخ الاحتياطي، وده بيسحب الصور من المجلدات ورفعها على درايف مثلا تلقائي، نسخ احتياطي اسبوعي الداتا المهمة. وبس كده. وفي الاخر خليني اقولك ان ال N8N مش مجرد برنامج، ده مساعد شخصي شغال 24 ساعة، بيغنيك عن ادوات كتير جدا مدفوعة وبيوفر لك وقت ومجهود كبير. ولو عايز نعمل سلسلة شرح كاملة عن ال N8N او ابني ورك فلو معين، اكتب لي في التعليقات. وما تنساش تدعمني بلايك جميل منك وتشترك في القناة، وكمان تشير الفيديو ده لاصحابك علشان يستفيدوا معاك. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.